The Old Man and the Sea. الكاتب إرنست هيمنجواي. سانتياغو كان صياد عجوز والبحر كان سحبه. جلده كان أسمر ومقشر من السنين اللي قضاها في الشمس الحارقة. إيديه كانت مليانة جروح من كتر شد الحبال التقيلة كل يوم. بس لما الناس كان بيبصوا في عينيه كانوا بيشوفوا إصرار وعزيمة. بعد 84 يوم بحالهم سانتياغو كان بيطلع ويرجع إيديه فاضية، ما اصطادش حتى سمكة واحدة. في قريته الصغيرة في كوبا بدأت الناس تتكلم. الصيادين الصغيرين كانوا بيتريقوا عليه لدرجة إنهم سموه المنحوس. وبرغم من كده سانتياغو كان ماشي مرفوع الراس، شايل عدة الصيد على كتفه وظهره مفرود، كأن الحظ عمره ما يقدر ينتصر عليه. والوحيد في القرية اللي فضل وفي ليه ولد اسمه مانولين. الولد ده كان بيصطاد مع سانتياغو من وهو عنده 5 سنين، دلوقتي عنده 12 سنة. كان بيحب سانتياغو زي جده. 40 يوم بيروح يصطاد معاه حتى وهو بيرجع فاضي من غير ما يصطاد ولا سمكة. بس في الآخر وبأمر من أهله ركب مركب تانية، مركب محظوظة بترجع بسمك. وبرغم كده كل يوم بعد ما الصيادين بيرجعوا بالسمك مانولين كان بيروح لمركب سانتياغو الصغيرة بيساعده ويشيل معاه عدة الصيد ويطوي الشراع ويشيل الحبال التقيلة. وفي يوم هما ماشيين جنب الكوخ بتاع سانتياغو الولد قال: انت اعظم صياد انا شفته في حياتي، واكيد هيرجع لك الحظ تاني. سانتياغو ابتسم وقال له: الحظ دي حاجة حلوة طبعا، بس الافضل ان لما الحظ يجي ابقى مستعد له. الولد هز راسه وكان عارف ان كلام سانتياغو مليان حكمة. الصيد ما كانش بس حظ، ده كان مهارة وصبر وشجاعة. الكوخ اللي كان عايش فيه سانتياغو كان صغير، معمول من جريد النخل، من جوه شبه فاضي. فيه سرير معمول من الجرايد وبطانية واحدة وترابيزة خشب وكرسي واحد. مفيش أي كماليات غير أدوات الصيد. ومع كده سانتياغو عمره ما اشتكى، عاش عمره كله مع البحر، وده كان كفاية بالنسبة له. وفي ليلة مانولين كان قاعد معاه بره الكوخ، اتقسموا وجبة بسيطة، فول ورز وحتة سمك مقلي. الولد جابها هدية من بيته. سانتياغو أكل وشعر بالراحة والامتنان. فجأة سانتياغو قال: احكي لي عن البيسبول. البيسبول كانت واحدة من أكتر الحاجات اللي بيحبها الراجل العجوز. وقعدوا يتكلموا عن لاعب بيسبول مشهور اسمه ديماجيو، وقد ايه هو بطل وشجاع، كان بيلعب وهو عنده ألم في كعب رجله ومع ذلك ما استسلمش. هي دي الشجاعة الحقيقية، الألم ما يفرقش مع الراجل. مانولين ابتسم وقال له: بس انت أقوى من ديماجيو، انت عندك البحر. الراجل العجوز ضحك ضحكة خفيفة تعبانة: يمكن، بس البيسبول ليها معاركها والبحر برضه ليه معاركه. سانتياغو كان ساند ظهره على حتة الكوخ ووشه كان هادي وقال: بكرة اليوم 85، ده رقم حظ. أنا هطلع بعيد أوي في البحر، يمكن ألاقي السمكة الكبيرة. الولد بصله بإعجاب وقال: نفسي أطلع معاك. سانتياغو قال له بهدوء: أنت عندك المركب بتاعتك، لكن أنت دايما معايا بروحك. سانتياغو سرح في ذكرياته القديمة وافتكر لما كان صياد قوي وشغال في سفن كبيرة. سافر أفريقيا وعلى الشواطئ الذهبية بالليل كان بيشوف الأسود، أسود صغيرة بتجري وتلعب زي العيال. الصور دي عمرها ما فرقت عقله، وحتى دلوقتي وهو كبير في السن كان لسه بيحلم بيهم. كانوا بيفكروه بالقوة والشباب والحرية. بعد ما خلصوا الأكل مانولين وعده إنه يجيب له أكل تاني بكرة، وبعدين روح. سانتياغو فضل يبصله وهو ماشي وحاسس بفخر ووحدة في نفس الوقت. بعدها سانتياغو حاول ينام، لكن صوت المحيط كان مالي السكون. كان بيفكر في بكرة وفي السمكة الكبيرة اللي مستنياه، وفكر في جو ديماجيو اللي كان بيلعب بيسبول وهو بيتألم، وفكر في الأسود اللي عمرها ما خافت. ببطء قفل عينيه وراح في النوم وحلم بالأسود
هم بيلعبوا بحرية على شواطئ أفريقيا وأجسامهم الذهبية بتلمع تحت الشمس. سانتياغو بقى شاب تاني قوي وشجاع ومليان أمل، وهو بيحلم. الراجل العجوز ابتسم. بكرة هيكون اليوم 85 وحظه على وشك التغيير. وبكده يكون انتهى الفصل الأول، أشوفكم في الفصل التاني إن شاء الله.